اما بقى في الصورة المصغرة التالتة بقى معانا، الصورة المصغرة دي موجهة للناس اللي بتعمل محتوى ليه علاقة بالاحداث التاريخية او الاحداث الجارية. الصورة دي يعني تجمع ما بين مثلا حدث جاري بيتم في الوقت الحالي. يعني مثلا انت عارف الناس اللي بتطلع تحكي الاحداث بتاعت غزة بتاعت فلسطين، ربنا يعني يعفى عنهم بإذن الله يعني، وربنا يكون معاهم. آه، يعني هو في الفترة الحالية ديت كان في حصل زي موقف كده، هو الموقف دوت نتج عنده زي تحالف ما بين مصر وقطر دوت. اللي بتحكيه الصورة المصورة، ودوت اللي أنا عايز أعلمه لك، إن الصورة المصورة بتحكي الحدث الراهن الجاري. تمام. ده اللي يخلي إن يكون في مشاهدات للصورة المصورة ويكون في ضغط على الصورة المصورة. إحنا مش بنتعلم نصمم وبس، لأ، اتعلم إزاي تبقى يعني تسوق للحاجة اللي انت عايز تعملها، ودي تفرق مصمم عن التاني. مصمم داخل يعني يعمل تصميم صورة مصغرة بدون فكرة، بدون ما يكون عنده فهم للموضوع اللي عايز يعمله، ومصمم تاني عنده هدف ان هو وصل للفكرة صح وخلى العميل يقبلها من اول مرة. فركز بقى معايا كده، اهو الصورة المصغرة دي بتعبر عن رئيس مصر وامير قطر، الاتنين غضبانين من العدو، والاتنين شبه يتحالفون مع بعض علشان ضد العدو، عشان يعني، والغضب دوت باين عشان يبينوا غضبهم من العدو. فهي دي فكرة الصورة المصغرة. تعال نتعلم ازاي بقى نصممها. يلا بينا ونقول بسم الله. اول حاجة هنروح على الموقع بتاع شات جي بي تي، وطبعا معانا موقع المرينا في النانو بنانا. انا جايب الصورة دي من جوجل، وجايب الصورة دي برضو من جوجل، ولكن الصورتين مش هينفعوا معايا. طبعا ما ينفعش ان انا ادمج الاتنين مع بعض، فانا عايز ان انا اعكس الغضب اللي من الاتنين. فايه اللي عملته؟ جبت الصورة ديت، هروح اول حاجة اروح على شات جي بي تي واقول له الوصف اللي انا عايزه، وركز قوي في نقطة كده معينة في الوصف عشان هتفرق معانا. عاوز بروين ان الشخص يغير موضوعه ويكون غضبان، ويكون غضبان. انا قلت له انا عايز بروميت ان الشخص يغير موضوعه ويكون غضبان. ماشي. وعاوز يكون منعكس على وجهه إضاءة. أنا كتبت له اللي أنا عايز يكون منعكس على وجهه إضاءة من الجنب الأيمن، وأنا عايز زي يحاول له زي إضاءة سلمية، مثل مثل إضاءة. ركزوا قوي في اللي انا كاتبه. انا عاوز ليه، انا عايز اضاءه سينمائيه علشان اخلي التصميم شكله احسن، واحس ان التصميم سينمائي. تمام. فبس كتبت برومت ان الشخص يغير الموضوع. طبعا ليه يغير موضوع؟ لان مش عايزه يكون بالموضع دوت، الموضع الحالي ده. فلازم ان انا اقول يغير موضعه ويكون غضبان، وعاوز يكون منعكس على وجهه اضاءه من الجنب الايمن، مثل اضاءه سينمائيه. يعني الاضاءه السينمائيه دي بتعكس ان في جزء من وشه هيبقى فيه مظلم، وفي جزء هيبقى منور بس. ماشي، حلو أوي. نروح للموقع بقى بتاعنا. طبعا قبل كل دوت دي تحولها دايركت شات ودي تحولها صناعي، وناخد الصورة وندوس كنترول في ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف النتيجة اللي احنا تطلع لنا. رقم واحد، لازم الشخص يغير موضعه. رقم اتنين، لازم يكون على وجهه علامات غضب. رقم تلاتة، لازم يكون على وشه يعني إضاءة سينمائية، يعني جزء مثلا مظلم، جزء منور، يعني انت فاهمين، في ريم لايت على وشه. دوت اللي انا عايزه. ونستنى ونشوف النتيجة. لو التلاتة دول مش موجودين هنعيد تاني. لازم نوصل للنتيجة اللي احنا عايزينها علشان تكون دقيقة قوي قوي قوي. نقول بسم الله. طبعا بصوا، هو عمل الإضاءة ولكن مغيرش موضوعه، فبالتالي انا رفضتها. لكن هو شبه عمل إضاءة كويسة. ولكن تعالى تاني نأكد. تأكيد تأكيد تغيير موضع جسمه تاني. اهو ندوس كوبي ونروح تاني نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونضيف الصورة بتاعتنا، ندوس كنترول في. هنا لو الدنيا ظبطت بالظبط خلاص، الصورة التانية هتكون خلاص مش محتاجين.
يعني هنا الصورة تمام، ولكن يعني هي مشكلة معانا في تحيا مصر دي، هقول لكم ازاي نشيلها، وان شاء الله انتوا ممكن تكتبوا برومت وتشيلوها. ولكن تعالوا نجرب تجربة تانية. يعني احنا ممكن نجرب اخر تجربة بإذن الله تكون هي دي ظبطت. ماشي، عاوز. ماشي، ممكن نكتب عاوز إضاءة حمراء. عاوز من ال عاوز مش بص، عاوز جزء من وجهه يكون به ظل، وجزء به به مثلا ايه نور. به، ما انا عايز اكتبها هايلايتس. لاي تمام. انا ممكن، هو ما اعرفش ليه بيكتب لي برومبت قصير قوي، البرومبت اللي قصير قوي كده، عاوز. ماشي. انا عملت اللي هو وصف اكتر شويه في البرومبت، يمكن يطلع لنا النتيجه اللي احنا عايزينها. فانتاني نضيف الصوره، ندوس كنترول في ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا هنا الصورة دي يعني أكتر، الصورة دي ممكن تبقى أفضل. فممكن ناخد بإذن الله الصورة ديت هنحملها معانا. تمام، وناخد البرومت بتاعها، فندوس كوبي، ونجيب صورة بتاعت الملك، كنترول في. تمام، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف نستنى النتيجة. لا، هنا أفور قوي في الغضب يعني، فأنا مش عايز الصورة تبقى غضبان قوي كده أهو. هنظبط البرومت ده تاني، كوبي. على فكرة هي كويسة، بس لو قل الغضب ده هتبقى تحفة يعني. ماشي، فهندوس كنترول في. عاوز وجهه. ماشي، ممكن يكون وجهه منعكس. يكون عاوز وجهه يكون منعكس عليه إضاءة، عشان بحكم ان احنا نعمل تصميم فيه لون أحمر، إضاءة حمراء من جنب واحد. تمام، من جنب واحد. ومش عاوز الغضب يكون قوي، عاوزه متوسط. ماشي، ضفت البرومت وهنستنى النتيجة يعني تقريبا. اوكي، هنروح بقى الويب سايت. تمام، وناخد الصورة تاني وندوس كنترول في، نقول بسم الله. هو تقريبا علق. فطبعا احنا عارفين الفكرة بتاعت التعليقة دي. اول حاجة يا جماعة هنروح نمسك دي، نمسحها وندوس انتر، ونجيب دي نعمل لها ديليت. تروح هنا بعد كده تجيب الصورة تاني، ندوس اوبن وندوس كنترول في. لو هي طلعها انا شكلي هستخدمها بقى، وامرنا لله. بس هي مش طبعا عملنا المصيبة بتاعتنا تاني. تمام، يمسح كده اهو. عادي، ادينا بنتعلم من اخطائنا، نخليها دايركت شات. دي صورة، ونيجي نعمل كده اهو، نجيب الصورة بتاعتنا اهي ودوس كنترول في ونستنى. بصوا، هي المشكله مش في كده، المشكله اللي هو هي جميله على فكره، وانا ممكن اوافق عليها. ولكن المشكله ان وشه مظلم قوي، فانا مش عايز. انا مش عايز كده اهو. فانا هرجع بقى للشات جي بي تي، وهقول له عاوز. مش عاوز ضل، مش كتبت اول. انا مش عاوز وشه مظلم. ايوه، احنا مش عايزين وشه غامق. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ندوس الصوره اهي، بدوس كنترول في، نستنى النتيجه. والله هي النتيجة كده مقبولة، ولكن للأسف يعني هو نسى اللي هو يحط الإضاءة الحمراء. فأولا هنحملها ونجرب معلش تاني، عشان برضو مهم أوي الإضاءة الحمراء ديت كان بالنسبة لي. أو رسم الريم لايت. ماشي، ضيف. أنا عايز إن في جزء يكون منعكس باين عليه ريم لايت. ريم لايت وشادو. تمام، فهندوس كوبي تاني سينماتيك. أنا عايز الإضاءة تبقى سينماتيك. تمام، فهنيجي تاني ناخد الصورة، ندوس كنترول في، ونستنى شوية، ندعي ربنا بإذن الله تطلع النتيجة اللي احنا
المشكلة أنا حاسس اللي هو الانجر يعني moderate anger on his face، فاحنا ممكن يعني هنجرب يا نهار اسود. لا بص بقى تاني، هنرجع الموقع، هنرجع كده اهو، نمسح كل كده تمام، وندوس انتر. تمام، هنقول له شيل الريم لايت، شيل الريم لايت. انا كل دوت علشان ما ينفعش ان الوشين يكون حد منور وحد مضلم، فقلت ضيف لي اضاءات سينمائيه، اضاءات سينمائيه. وقلت له اضاءات سينمائيه حمراء وظل، بس ما يكونش وشه غامق. وقلت له شيل لي الريم لايت، عشان هو ما بيفهمش في الريم لايت قوي تقريبا يعني. يلا بينا نغير دي، خليها دايركت شات طبعا، سر التطويله بتاعتنا، ولكن التصميم مش هياخد معانا وقت باذن الله. تمام، نجيب بقى لنا الصوره اهي، ان شاء الله دي تبقى اخر مره. طبعا انا بعيد معاكم في البرومت كتير لحد ما نوصل اللي احنا عايزينه، يعني انتوا فاهمين الفكره، لحد ما نوصل اللي احنا عايزينه. يعني دي تحفه، دي تحفه جميله جدا، فيها انعكاس احمر كده، هو ده يعجبني، ده كده يعجبني. اي نعم بس هو وشه مش غضبان، بس ممكن نعمل داونلود ونحط الصوره اللي احنا عملنا لها داونلود دي، ونكتب له اريد غاضب. يعني انا بعد ما لقيت الصوره تمام، فانا احطها تاني بقى، اقول له يعني اريد غاضب، يعني فليه غاضب بقى حتى بالعربي. ونستنى ان شاء الله النتيجه، وتكون دي اخر صوره باذن الله، يعني مش هنولدها تاني يعني، هي دي الفاينل خلاص. يعني هنا شبه عادي، هنا غاضب شويه، فهناخد الصوره دي حلوه دي خلاص تمام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونروح بقى ايه على الفوتوشوب. دوس هنا نيو، وهنا 1920 في 1080، ويلا بينا ناخد الصورة الأولى بتاعتنا اللي هي صورة الملك. تمام، وندوس ريموف باك جراوند علشان أشيل الخلفية، وإن شاء الله يظبطها لي من أول مرة. يعني هو بوظ لي بس الحتة دي، فما فيش مشكلة، ممكن احنا نكملها. هيبقى القص بتاعنا بس كده كده، يعني هنظبطها بس احنا مع بعض. بص أنا بدوس هنا ضغطة إكس، قصدي شيفت، ضغطة تانية شيفت، وانا دايس كل ده وانا معلق على الشيفت عشان ايه امسح حتة واحدة. ممكن هنا بقى ايه اخد الجزء ده، تمام، ده واحد، الله يسعد على شيفت. تمام جميل قوي. ممكن نروح هنا بس عشان في خط اسود، نروح على فلتر اذر مينيمم، خليها على 3 اوكي، عشان بس ايه نقلل الحواف دي، وانا طبعا كل ده واحنا معلمين على المسك. خلاص جبنا الشخص، يلا بينا. ممكن نجيب آه آه، يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم، رئيس مصر، اهي الصورة. تمام، ونجيبها كده ونحطه كده اهو، ونخليه وراه شوية طبعا، وخليه خليه ريموف باك جراوند برضو. تمام، هي فكرة بس شوية ان هو الملك عايز يكبر كده شوية برضو جنبه، ونحطه اهو كده. تمام، ورئيس مصر نحطه كده. تمام تمام، ممكن بس الحتة دي مش مظبوطة شوية في الدراع، تحس اللي هي مأكولة. ممكن على فكرة تعملها بالذكاء الاصطناعي عادي، بس عشان وقت الفيديو فاحنا ممكن ايه يعني، فاهمين الفكرة، هنعملها ايه بتقوس كده شوية، بحيث ان هي ما تبانش. بس ممكن دي برضو. تمام، هنروح بعد كده نجيب خلفية ونظبط الدنيا وخلاص. حلو قوي كده اهو، يعني كده الدنيا تمام جدا. هنروح بعد كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم، محتاجين خلفية، فهنروح نكتب اكسبلوجن زي تانكس او وور، كل الكلام ده جايبه برضه من شات جي بي تي، ونجيب يعني خلفية حربية. تمام، وندوس داونلود من فري بيك، موقع فري بيك. تمام، بعد كده هناخد اهي الصورة بتاعتنا ونحطها اهي، نحطها في الخلفية. هعمل مثلا ايه دوس كنترول تي، وعايز بس الدبابة تكون ظاهرة من الناحية دي.
اوكي. طبعا عشان منعكس على وشه اضاءة حمراء، فبالتالي انا عايز اصلا الصورة والاجواء كلها تبقى باللون الاحمر، فهندوس هنا hue and saturation ونخلي الصورة باللون الاحمر اللي هو اللون ده. اوكي، ممكن نزود كده سنة. شايفين تحس ان ايه، لا في دمج شوية في الموضوع، الحمد لله يعني. ندوس هنا فلتر وهنعمل آه جيش بلور مثلا هي 3 و2. اوكي، نيجي هنا بقى الاتنين دول مع بعض وندوس convert smart object، ولا اقول لك لا خلينا نشتغل على حد خلينا نروح على رئيس مصر مش عليه اضاءة. فاحنا هنعمل مثلا solid color نعمله باللون الاحمر، ونعمل clipping mask نعمله على السكرين، نضغط ضغطتين هنا. تمام، ودي دوس وانت دايس على الالت تجيبها كده اهو، ودي تجيبها كده اهو. تمام، تيجي هنا كنترول اي. تمام، تيجي بقى بالبراش توب بتاعتك وتقلل مثلا شوية في الفلو. تمام، وتيجي تعمل بقى بالاكس باللون الابيض هنا ترسم الاضاءة، انعكاس الاضاءة الاحمر. تمام جميل اوي. هو كده طبعا لما نرسم انعكاس الاضاءة الاحمر. تمام، وممكن ترسم هنا برضو طبعا الانعكاسات اللي انت عايزها. طبعا انا ما عملتش ليفلز علشان احنا مش محتاجين ان احنا نعمل ليفلز، يعني انا شايف ان احنا مش محتاجين خالص ان احنا نعمل ليفلز. احنا رسمنا الريم لايت حتى من الذكاء الاصطناعي فمش محتاجين. فهنعمل هنا النيو لاير، وهنجيب بعد كده جريدينت، ونعمل زي فيد من تحت كده اهو. تمام، اوكي. انا حاسس بس ان وش الملك شويه مصفر، فنعمل نروح مثلا نعمل color balance عليه شويه. بلاش color balance، خلينا نمسح color balance. ممكن تروح على hue and saturation، تروح تعلم على وشه. احنا عملنا clipping mask. اوكي، يعني وشه يبقى سنة كده اهو. شايفين انا بقلل بس سنة في الساتوريشن عشان حاسس لو الساتوريشن عليه عايز اوصله نفس درجة رئيس مصر. تمام، عشان ميبقاش كل واحد بس كده اب كده بعد كده. حسينا لو وصلنا درجة كده شوية دي الدرجة تمام. ممكن ناخد بس الاتنين مع بعض ونكبرهم كمان سنة. طبعا زي ما قلت لك انا بحب ان هما الهيرو بتاع التصميم، فلازم الهيرو لازم يكونوا ايه واضحين قوي يعني. تمام جميل قوي. تعال نروح مثلا نشوف هنا. طبعا هنا التصميم كنت مطلعه على الدماغ، بس انا طلعته فكرة ان انا ايه، لا اللي هما ايه يكون برضو باين جزء من دماغهم هنا. لو تلاحظ هنا معظمهم على الدماغ. يلا بينا نشوف بقى ايه هنعمل ايه في باقي الشغل. موضوع ابسط من البساطة ان شاء الله. هنروح بعد كده ندوس هنا شيفت كنترول الت اي، نروح بقى على كاميرا رو فلتر نظبط شوية تظابيط. تمام، نزود مثلا في التكتشر بتاعتي نظبطها برضو. تمام، هنا لو احنا نعمل فيد اسود. تمام، نيجي بس على الشاربنينج مثلا نزود في الشاربن شوية، ونزود في النويز ريدكشن. تمام، هنا برضو نعمل زي فوكس شوية. تمام، هنا مثلا تظبيطة الألوان، الأحمر أحمر والأصفر أصفر كده يعني. تمام أوكي، كده كده بعد زودنا درجات الألوان شوية. تمام، ممكن نكبر سنة أهو كده. تمام جدا. هنروح بعد كده نروح على موقع فري بيك. هنروح على فري بيك بقى ليه؟ علشان نروح نجيب فاير. اهي نجيب فاير كده اهو ونضيفه في التصميم. فاير مثلا هي وليكن الفاير مثلا خلاص تمام. ممكن نستخدم دي، هندوس هنا داونلود. تمام، ونروح على هو نحطها على التصميم بتاعنا. طبعا نروح نعملها سكرين. بعد ما نعملها سكرين حطها في المكان اللي انت عايزه. قبل ما تعملها كل الكلام ده هتلاقي مثلا ان في زي خط هنا اهو، فتعلم عليها تدوس كنترول ال، ودي تحركها كده اهو لحد ما الخط ده يروح. تحس اللي هي لونها مش نفس لون التصميم، فهدوس كنترول يو ونبتدي اللي احنا نظبطها مع
اللون اللي في الخلفية ده. تمام، جميل قوي اهو. مش هنعملها بعد كده، يعني هنحطها كده اهو، وهنعمل بعد كده نروح نجيب الفلتر وهنعمل موشن بلور. وليكن الموشن بلور كده اهو، ممكن نقلل شوية في الموشن. تمام، وتبقى كده اهو. ممكن دي نجيبها برضه جزء كده اهو، يبقى كده اهو. تمام، خلاص كده اهو. كده احنا خلصنا الصورة المصغرة بتاعتنا. هنروح بعد كده نكتب الكلام بتاعنا. تحالف، نظبط بس الفونت بتاعنا، وليكن هو الفونت الغليظ ده اللي انا كنت مختاره. تحالف، ناخد نسخة مصر، ناخد نسخة تانية قطر، نكتب قطر، والواي دي هتبقى مصر وقطر، بس الواي هنظبطها يعني. طبعا انا بحب ما ينفعش تكتب لي كده اهو، فدي حطها كده اهو. وهنعمل كده شيفت جي شيفت جي شيفت جي. ايه تمام كده اهو، كده مظبوط. قطر برضو هنعمل هنا كشيدة شيفت جي شيفت جي شيفت جي، وهنا شيفت جي. تمام، ونحطها تحت حرف اللام هنا، ونكبر كده شوية، ننزلها تحت دي. تمام، هناخد بقى التلاتة دول مع بعض، هنكبرهم كده اهو، ونحطها كده اهو، ونرفع دي كده شوية بحيث ان يكون المسافات متساوية. تمام، جميل اوي. ممكن برضو يعني نرفع سنة. تمام، كلمة واي بقى دي هناخد مثلا زي نسخة كده اهو، هتبقى باللون الأحمر. ندوس اوكي وهنكتب واي. ماشي، في حرف الواو ده هو ده اللي احنا قلنا عليه. هتاخده كده اهو وتروح تعمله بالفونت اللي هو ده. طبعا كل الفونتات بإذن الله هسيبها لكم في description. نروح تحطه بعد كده هنا. تمام، هتروح تعمل كنترول وتعمل سيلكشن كده عليه، تروح على select modify expand نعملها على الستة. تمام، ونيجي عند قطر وندوس هنا ماسك وندوس هنا كنترول اي. تمام، وبس. شايفين كده اهو النتيجة تبقى احسن الحمد لله. شوفوا بقى دي احسن بالنسبة لكم على حسب بقى اللي هيطلع، ولا عنده وقت اللي هو يطلع نتيجة احسن في في طبعا من نانو بنانا او اي اداة اي اي. طبعا بس كده اهو. انا حطيت هنا تم هذا التصميم، تصميم هذا التصميم بواسطة المصمم محمد قايم. دندرارا دندد. كده خلصنا الصورة المصغرة التالتة معانا في كورس الصور المصغرة، ومع السلامة.